رجعت لكم بفيديو عن اخر اخبار المصارعه. طبعا نشوف الجو ولع ازاي في بريطانيا وعرض الروز السخن اللي حصل ده. اول حاجه معانا تعالوا لكم التفاصيل عشان في تفاصيل وحشه قوي بجد، زي ان لوجان بول اتصاب في الترايسبس وهيغيب شهور كمان. اول حاجه معانا الحاجات الحلوه في عرض الرو ان منطق بروك ليزنر حلو قوي. عرض الرو امبارح قدم روم ممتاز جدا ومتسجل قبل كده لبروك ليزنر، وليزنر بدا يشرح هو ليه اعتزل في راس 142 ورجع قال لك انا ما اعتزلت. قال لك انا خسرت لما خسرت قدام اوبو فيمي في الشو، علمت عليه جامد لدرجه ان هو حاسس ان مفيش قدامه حل غير انه يعتزل فورا. بس ليزنر قال كمان ان هو اتقرص وتواضع كده يعني من هزيمه اوبو فيمي دي، بس لازم يهزم فيمي الاول قبل ما ينهي مسيرته في الحلبه. فالتصرف ده كان ذكي جدا ومؤثر، لان الفانز كانوا فاكرين ان الدبليو هتعدي رجوع ليزنر من غير اي تفسير. طبعا كلنا عارفين ليزنر لو قال هيرجع بكره هيرجع عادي. حاجه ثانيه معانا برده كان في ماتش لبنتا وجيفون ايفنز، هو اسبوع جديد وماتش تلفزيوني تاني ممتاز لبنتا اللي دافع 8 مرات باين في فتره قليله قوي. وماتش جيفون ايفنز بجد كان يستاهل يكون في عرض شهري كمان، وبدا يلمعوا حتى الهيل تيرن لجيفون ايفنز ان هو يقلب شرير بعد الماتش ده. واللقطه كانت طالعه كان لها مشهد سينمائي من العاب رو سماك داون القديمه. بس هيكون مثير للاهتمام نشوف هل الدبليو مكمله فعلا في سكه ايفنز الشرير دي ولا تظبيط وتطوير للشخصيه. وعلى فكره يا جماعه بنتا هيلاعب ري ميستيريو الاسبوع الجاي اللي بعد كلاش في الرو، فده برضه هيبقى حاجه ماتش احلام يعني. المره بعد كده برضه سيس رولينز لما لعب مونتس فورد، الماتش ده الناس انتقدته شويه بس هو واحد من افضل الماتشات في الدوري 2026. الانتقاد كان في ايه؟ هو كان في كيمياء حلوه جدا بينهم ومحدش يقدر ينكر ده. بما ان انجلو دوكنز كان اتشال من التلفزيون فده معناه غالبا ان احنا هناخد مسيره تاك تيم بين رولينز وفورد مع بعض. في ناس بتقول لك وانا منهم بصراحه ان التاك تيم اقل من سيس رولينز، انا شايف ده جدا. واللي يقول لك مثلا طب هو حتى لو اكبر من البطوله ما هو هيعليها، لا يا جماعه خالص. عايزين مثال حلو على ده، لوجان بول خد التاك تيم اتدفن معاه، هي بطوله ميته يعني. العرض بعد كده برضه في حرب كلاميه حصلت بين رومان رينز وجيكوب فاتو، جهزوا الارضيه لماتشهم المرتقب ده اللي هو على الزعامه يعني بتاعت القبيله في المين ايفنت بتاع روم امبارح. حصل تبادل كلام ورومات كان هو الاتجاه الصح للمشهد الاخير، والاثنين عملوا شغل عالي وكل واحد فيهم قدم حجته ليه هو اللي هيكسب الحد ده في كلاش. هتفتكروا هنشوف الحزام هيتغير ولا لا؟ مش عارفين لسه. بس برضه كان في حاجات سلبيه في العرض زي ان في تكرار وملل يعني. برضه ماتشات الجادج من دي ضد لارا فاركيريا وبيلي كان لازم يقف بجد. الشركه حطت الماتش تاني في روم امبارح برغم ان الهجوم الكبير على السوشيال ميديا، وبرضه لعبوا الماتش وشكل عدوي الحمد لله انها خلصت، لان بيلي قالت ان الخناقه دي وصلت لنهايتها. بس مع الدبليو عمرك ما تضمن حاجه، برضه ممكن تكون مساله وقت بس ونلاقيهم راجعين تاني. برضه معانا ليف مورجان مجرد مديره اعمال. ليه بطل العالم زي ليف مورجان بيتم تقديمها انها مديره اعمال في التلفزيون؟ مش فاهم. من ساعه ما كسبت البطوله لا دفعت ولا مره، حتى ريبلي ما دفعت، والموضوع بقى مستفز بزياده لان انت بتبني يعني الدفعه دي من زمان. بما ان مفيش حاجه مقرفه في عرض روم امبارح فده الدبليو الامانه عملت شغل محترم في بناء العرض الشهري، وباين عليه يكون شو محترم ومخدوم فعلا. برضه في اخبار في الكواليس كده، تعالوا بقول لكم اللي عاملين الفيديو عشانه. اصلا قصتنا بقى عن دبليو عايز ترجع المصارعين دول، والاخبار الاهم ان هم يبصوا على امكانيه المصارعين دول مع اسمين تقال جدا من اي دبليو. في حاجه معانا في قطاع التاك تيم ناس زي انزو وكاس. انزو ده يا جماعه كان مصارع كده موجود زمان وكان بيقعد يعمل مشاكل في الاتوبيس وبتاع، ورومان رينز مره طرده تمام، ففي كلام انه ممكن يرجع. وحصل كلام موقع بادي سلام فريق الاف تي ار برضه قربوا من سنه الاخبار او الخيار يعني الاوبشن يير في عقدهم مع الاي دبليو. هم اخر حاجه لسه خسرانين من كريستيان ويدج البطوله، فممكن فعلا ينضموا للشركه دي. وفي يا جماعه سين بانك كان بيلعب الشركه دي، كان هم مع ام جي اف فتره وكان سين بانك بينكشهم يعني. ففي فعلا اهتمام مبدئي ان هم يوقعوا مع الاثنين دول، بس مش عارفين هم فعلا هينضموا ولا لا، خصوصا ان هم كانوا موجودين في الدبليو بي زمان اصلا. ف على الشغل التريبل اتش ممتاز في الان اكس تي ده ممكن يبني لهم خطوات صح. في بقى للاسف حاجه وحشه قوي معانا ان لوجان بول اتصاب. الخبر اللي بعد كده في مصارع مات في نص الماتش حرفيا. حادثه مأساوية حصلت في عرض امبارح مصارع مستقل في المكسيك قبل لوجان بول يعني. في مصارع اسمه خوسيه كالزادر. المصارع ده يا جماعه معروف باسمه بيلتو سوسيدا او سوسا اللي هو انتحار يعني. عنده 56 سنه وكان بيعمل حركه خطيره كده باظت في نص الماتش جوه الحلبه ومات. حاول ينط من على الحبل الثالث عادي، فقد توازنه ونزل بدماغه على الارض الخرسانيه اللي هي بره الحلبه. فالاسعاف وصلت بسرعه والسلطات اعلنت ان هو جاله اصابه صعبه قوي في الرقبه ودعوا له وكده، بس ما قدروش ينقذوه مات. وكملوا بقى العرض الباقي عادي يعني. بس في تحديث جديد ان الشو وقف فعلا وخلوا الكل يخرج لحد ما السلطات وصلت. طبعا دي مأساة وحشه قوي ومحدش يموت بالطريقه دي يعني، حاجه وحشه جدا. وبرده حاجه ثانيه معانا ان لوجان بول قلت لكم في الاول ان هو بعد عرض ساتردي مين ايفنت ده كان في كلام على السوشيال ميديا ان هو اتصاب، وللاسف الكلام ده طلع حقيقي. في عرض امبارح مايكل كول اعلن ان لوجان بول اتصاب في عضله الترايسب في العرض التعبان وهيغيب لعدد من شهور. قدامت بقى عرض لقطات الاصابه وحصلت فعلا ان انجل دوكنز عمل حركه سينتون لبره الحلبه. وبالنسبه اللي بيحصل مع عزيمه التاك تيم اتعلن في عرض الرو ان برون بريكر وكده هياخد مكان لوجان بول، وعشان كده ابطال التاك تيم الجداد هم بريكر واوستن سيري. وده بيفسر ليه سيس رولينز هيخش على الخط كبطل تاك تيم بحيث يبقى بيلاعب برون بريكر على حاجه. الفقره الخامسه بعد كده ميكي كروس بتشتري اتحاد ودي ميستيريو وبنطلون واسع. يعني ايه الكلام ده بقى؟ الخبر بعد كده لودفيج كايزر اتعاقب ولا لا بعد ما اتحرش بواحده في في الاسانسير وراجل اتخانق معاه وكده، بعد ما اتقبض عليه مؤخرا وخرج بكفاله. مش متوقع خالص ان هو يتقبض عليه، وقال لك بيظهر عادي فعلا ومخدوم عادي وخرج بكفاله وخلاص. وفي برضه مصارع مشيت من الدبليو دبليو بقت شريكه في اتحاد
تاني. نجوم الدبليو دبليو السابقين نيكي كروس وكيليان دين معروفين باسم بيج دامو بقى هم الملاك الجداد لاتحاد بروجرس راسلينج وديفي راسلينج، وده تحول كبير في سوق المصارعه المستقله في بريطانيا. والقابل المتجوز دول معروفين بشغلهم في الدبليو دبليو اي، داخلين دلوقتي بادوار قياديه كده وبقوا ماسكين مراكز عاليه قوي في الاتحاد ده. والخبر اللي بعد كده ري ميستيريو رجع لايام زمان وقرر يرجع زمان لورا في عرض الرو، ان هو لعب ماتش الدروسيف واسطوره الدبليو دبليو لبس البنطلون الواسع الفضفاض ده زي ما كان بيلبس اول كام سنه ليه في الشركه، ودي كانت لقطه نوستالجيا غريبه قوي. وفكره يا جماعه ري ميستيريو بقى مدير العرض بتاع التريبل اي اللي هو بتاع ابن دومينيك ميستيريو بطل فيه. حاجه ثانيه معانا في كواليس كلاش ان ايطالي تثبيت المين ايفنت لكلاش ان ايطالي. امبارح في عرض رو مين ايفنت خلاص اتحدد ان هو رومان رينز ضد جاكوب فاتو، وده بيني وبينكم احسن ما نشوف جونتر ضد كودي، تمام؟ في حين ان جونتر وكودي هيكون في الساعه الاولى وهيعرض لايف على اي اس بي ان، وده قرار جريء جدا على فكره. الماتش ده مهم فازاي تحرقوه كده بدري؟ بس طبعا لو هو خد ساعه وحاجه حلوه طبعا. وعلى فكره العرض اللي فات في باكلاش احسن ماتش كان سيس وبريكر وخد اول ماتش عادي يعني. فطبعا الفانز على السوشيال ميديا ما عرفوش يسكتوا، وبعض الفانز شايفين ان ده بيحرق الماتش وان جونتر كده مش هيكسب خلاص. وفي ناس ثانيه بتخمن ان الشركه هتقلب الدنيا وتخلي فاتو يخرج من ايطاليا وهو بطل العالم بما ان كودي هيحتفل. فكرت ان هي العرض اتثبت ب5 ماتشات، رومان وجيكوب وعندك كودي وبيكي لينش وسور روكا وريا ريبلي وجيت كارجل وبروك واوبو فيمي. هو اغلبها حاجات ريماتش بس العرض هيبقى حلو. بس للاسف هنا يا جماعه ازاي سيس رونز ما يلعبش في العرض ده انا مش عارف. والخبر اللي بعد كده برده ان الدبليو دبليو في موقف محرج بسبب سين بونج. سين بونج غاب عن الشاشه من عرض الرو اللي بعد راس المنيا، وقال لك كمان ان بونج مستني اتجاه ابداعي معين عشان يرجع على اساسه. والتقرير عصبت الفانز اللي سالوا ازاي ما عندك خطط ابداعيه لواحد من اكبر النجوم. وبره جمهور الدبليو دبليو اي في اسم سيء هاجم الشركه برده بسبب طريقه حجزهم لبونج، وده اللي قاله جوناثان لما قال لك في بودكاست سين بونك ما ظهرش على التلفزيون من ساعه راس المنيا، وسمعنا اشاعات ان جزء من السبب ده ان هو ما عندهمش اي خطه ابداعيه ليه. طب لما انتوا ما عندكوش خطه لواحد زي ده امال عندكم لمين؟ ده واحد من اعلى المصارعين اجرا في الشركه، وغريب ان الدبليو دبليو ما عندهاش حاجه ليه. في حوالي 4 رجاله بياخدوا اكتر من 5 مليون في السنه وهو واحد منهم. وازاي لما يكون عندك 4 عروض و6 اسابيع على 4 شبكات ما تكونش مجهز فكره واحده بس لسين بانك؟ نتمنى يرجع قريب. حاجه ثانيه برده في جمعه تريبل اتش ورجوع ملك الحلبه. الخبر اللي بعد كده تريبل اتش طلع جبانه كذاب. ام في بي دخل في تريبل اتش جامد جدا في البودكاست بتاعه وقال له انه ما كانش عايز يشتغل مع تريبل اتش وشايف انه جبانه كذاب. قال لك انا عادي كان هيخلص انا وبوبي لاشلي وعقودنا كان في نفس الوقت تقريبا، وانا خدت قرار اني مش عايز اكون مع الراجل الكذاب ده، فانا اكيد مش عايز اكون هنا لاني ما بحبش تريبل اتش اصلا ولا بحترمه وبشوفه راجل جبان ومالوش فيها. ولما اتسال عن امثله ام في بي قال لك انه كان في مواقف تريبل اتش ما كانش بيقول فيها الحقيقه لبوبي لاشلي بخصوص الخطط الابداعيه. كان بيقول له مثلا انت تخش تكسب ولا لما بترتب لك حاجات كبيره قوي ويلاقي نفسه بيتهمش في الاخر، وهو ما حاولش يشترك معاه لانه خلاص كده هو كده هيسيبه ويمشي. الخبر اللي بعد كده رجوع ملك الحلبه. عرض كوين اند كينج اوف ذا رينج ده رجع يا جماعه خلاص، وامبارح في رويال نايت طلع وعمل برومو وقال ان الاسبوع الجاي التصفيات دي هتبدا فعلا، واتقال ان الكسبان هيضمن ماتش على اللقب في المستقبل. بس سيره سمر اسلام ما جاتش الصراحه، فمش واضح بقى هل الدبليو دبليو غيرت نظام السنه ولا ايه. لكن لحد دلوقتي مفيش اي اسماء اعلنت، بس نايت اكد ان هو خلاص هيرمي قبعته في الحلبه اللي نايت يعني، ونزل عشان رومان رينز ولقب العالم. فهنشوف اللي هيحصل. بس يا جماعه حسب خبرتي كده اللي هيكسب بتاع دي هو اوبو فيمي، غالبا هيخسر من ليزنر الماتش الجاي ويعوضوا بقى الشعبيه بتاعته بان هو يكسب دي. واخيرا عداوه ايقونيه ممكن ترجع تاني. في قصتنا الاخيره كده بتبص على امكانيه ان في عداوه احلام ترجع بين الهاردي بويز وايجي وكريس، العداوه الاسطوريه طبعا. وحسب كلام مات هاردي في برنامج راديو سيركس ده هو مهتم يلعب ماتش ده المره الاخيره، وقال لك لما حاجه تخلص ايجي وكريس فاجئوني ان هم بيلعبوا ماتش حلو في الاي دبليو وبيكسبوا القاب وهم عندهم 52 سنه، فقال لك والله انا مهتم العب ماتش المره الاخيره ولما كل حاجه تخلص وهم يبقوا جاهزين فعلا نعيد الماتش الشهير بتاع السلالم بتاعت سنه 99. واعتقد لما الموضوع يتعلق ماتشات عظيمه فاهتم يعني ماتشات تبقى كانت معاهم فعلا يعني، ونروح البيت زي ما عملنا في مع الدودلز وكده دودليز بويز يعني. برغم ان الفكره تبان مجنونه شويه بس الاربعه لسه بيمارسوا مصارعه فعلا وجاهزين يا جماعه، بيلعبوا كمان ماتشات هارد كور. بس ده كان الفيديو يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده. وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. كان الفيديو يا جماعه. انا ادهم مقدم قناه مصارعه، عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر لحد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا. ومع السلامه.
لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف من الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزينه، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.